لو ما كانش عندكم وقت تعملوا اي حاجه من تفريزات رمضان، فجربوا بس تعملوا ال3 تتبيلات دول لصدور الفراخ. طريقتهم سهله وسريعه جدا وهتفك ازمه معاكم في فطار اي يوم. اول حاجه تتبيله الشيش طاووق، هنحط معلقتين كبار زبادي، زيت زيتون، مستردة، كاتشب، ملح وفلفل اسمر وكاري وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر وزعتر. وكل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. زودت بقى في الاخر عصير ليمون وقلبت الكلام ده كله وضفت فيه الشيش طاووق، حطيته بقى في العصيان بتاعته من غير الخضار وعلى الفريزر على طول. تاني تتبيله بقى هي البانيه، بتنفع في اكلات كتير زي البانيه بالبقسماط او المشوي على الجريل وافكار تانية هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. ضفت بقى ميه بصل وزبادي وعصير ليمون ومعلقه صلصه ومعلقه كاتشب وعسل نحل وزيت زيتون ودبس رمان بيكون اختياري، وملح وفلفل وبهارات فراخ وبصل باودر وبابريكا. نحط بقى فيه البانيه ونقلبه كويس وبعدين نشيله في اكياس ونحطه في الفريزر لحد ما نستخدمه. اخر حاجه معانا بقى هي تتبيله الفاهيتا، بنضيف عليها برده معلقه زبادي اساسيه معانا في كل التتبيلات، طماطمايه مبشوره وثوم مفروم وشويه بقدونس فريش ومستردة وعسل نحل وزيت زيتون، عصير ليمون وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا. هنقلب بقى كل ده ونضيف فيه شرايح الفراخ المتقطعه على شكل فاهيتا، نقلبها بقى كويس كده ونشيلها في اي كيس او علبه. ميزوا كل تتبيله عن التانيه بانكم تكتبوا عليها اسمها او تحطوا اي حاجه تميزوها، ستيكر او اي حاجه تانيه، عشان ما تلخبطوش لما تيجوا تستخدموها بعد كده. وبالهنا والشفا.